البلاك فرايداي يوم بقينا بنستناه من السنة للسنة، كلنا بقينا عارفينه علشان نشتري الحاجات اللي نفسنا فيها بسعر حلو، تخفيضات في كل حتة. طب عارفين حكايته ايه؟ وليه اتسمى بالبلاك فرايداي او الجمعة السوداء؟ استنى للآخر وهات قهوتك الحلوة علشان احكي لك الحكاية ايه. بدأت حكاية البلاك فرايداي أو الجمعة السوداء مع سوء الأوضاع المالية والأزمة الاقتصادية اللي حصلت في أمريكا يوم 24/9/1869، لما حاول 2 من الأغنياء التقال في البلد، جاي جولد وجيم فاسك، إن هم يحتكروا سوق الذهب ويسيطروا على بورصة الذهب في نيويورك ويشتروا أكبر قدر من الذهب علشان يرفعوا سعره لأعلى مستوى ويحققوا أرباح قياسية. بس الرئيس الأمريكي وقتها يولسيس جرانت تدخل بسرعة عشان يوقف المهزلة دي، بس ساعتها السوق انهار والأسهم وقعت وأمريكان كتير فلسوا. وبعد اللي حصل ده حصل كساد في السوق، لا بقى في بيع ولا شراء. فأعلنت أمريكا ساعتها عن تخفيضات كبيرة للسلع عشان يحركوا الدنيا شوية، وبقى تقليد مستمر عندهم بيحصل كل سنة. الناس تفضل واقفة طوابير طويلة من الصبح بدري مستنية المحلات تفتح عشان يلحقوا التخفيضات والعروض من أولها، العروض اللي بتوصل ل 50 و80 و90% كمان، حاجة يا بلاش كده. وكل ده بيحصل في يوم واحد بس، وتاني يوم الأسعار العادية بترجع تاني ولا كأن حاجة حصلت. طب ليه بقى اتسمت بالجمعة السوداء أو البلاك فرايداي؟ اشمعنى الأسود؟ الحقيقة إن الحكاية ليها كذا قصة وأسطورة، منها مثلا إن الشركات والمحلات بتشتغل طول السنة على الهادي كده في المبيعات، يعني بالخسارة، اللي بيتقال إنها بتتسجل باللون الأحمر في السجلات وبيبقوا في المنطقة الحمراء، لغاية ما بيجي اليوم اللي بعد عيد الشكر ويزيد إقبال الناس على الأسواق والمبيعات تزيد وتتكتب باللون الأسود في السجلات وبيبقوا في المنطقة السوداء. بس التفسير ده ما كانش حقيقي أوي، في تفسير تاني. في أسطورة تانية ظهرت فترة بتقول إن في القرن ال19 كان ملاك المزارع الجنوبية يقدروا يشتروا العمال العبيد البلاك بسعر مخفض في اليوم ده، بس ناس كتير اتضايقت من التفسير ده ونادوا بمقاطعة اليوم ده من أصله. بس التفسير ده طلع غلط في الآخر، واضح كده إن كان في حد متغاظ من اليوم ده فطلع الإشاعة دي. السبب الحقيقي بقى والأكثر منطقية في كل القصص دي إن سنة 1960 في مدينة فيلادلفيا، أكبر مدن ولاية بنسلفانيا، اللي اتحولت لمهرجان كبير يوم الجمعة ده، وحصل فوضى وزحمة كتيرة جدا بسبب التخفيضات طبعا. وبسبب الزحمة والحشود الكبيرة دي حصلت حوادث وسرقة لمحلات كتير واختناقات مرورية والدنيا باظت. ساعتها شرطة فيلادلفيا معرفتش تسيطر على الشارع لأن عددهم صغير على الناس دي كلها، فساعتها شرطة فيلادلفيا سمت يوم الجمعة ده بالجمعة السوداء بسبب اللي حصل لهم في اليوم المتعب ده. في الثمانينات بقى حاولوا التجار يحسنوا صورة اليوم ده شوية بعد اللي حصل ويرجعوا تاني للتفسير الأول بتاع الأرباح اللي بتتكتب باللون الأسود والخسائر اللي باللون الأحمر، ويقنعوا الناس إن هو يوم خير عليهم وعلى البلد كلها لما يشتروا ويبقوا مبسوطين بسعر كويس، ويسموه الجمعة الكبيرة. ومع مرور السنين انتشر موضوع البلاك فرايداي ده في كل دول العالم مش بس في أمريكا، لحد ما وصل للدول العربية في آخر كام سنة، بس احنا سميناه وايت فرايداي مش بلاك فرايداي، الجمعة البيضاء. والسعودية أول ناس تسميه الجمعة البيضاء، طبعا عشان انتوا عارفين ان الأسود ده لون حزن وتشاؤم وكئيب وعزا وما ينفعش مع يوم الجمعة، فاحنا سميناه الجمعة البيضاء. بس يا ترى بقى احنا عندنا بلاك فرايداي فعلا زي أمريكا وأوروبا ولا هو مجرد تقليد للاسم وخلاص؟ مستنية رأيكم، وما تنسوش اللايك والسبسكرايب والشير علشان توصل لكم حكايات تانية كتير. وعلشان أكمل حكايتنا النهاردة عن البلاك فرايداي خلصت، بس حكاياتنا لسه ما خلصتش، استنونا في حكايات تانية كتير في تعالى احكي لك مع سارة حسن.